باسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل الأوان وإلى دهر الدهور آمين. بنعمة ربنا بنتكلم النهاردة حوالين يوم جميل من الأيام النادرة جدا في حياتنا، والأيام اللي احنا بنستناها من السنة للسنة، وهو يوم سبت النور. سبت النور ده هو يوم سبت الفرح، هو يوم سبت الرجاء، هو يوم سبت التحول من الضلمة للنور، هو يوم سبت النعمة، سبت البركة، السبت اللي بندخل فيه الكنيسة، ندخل فيه والكنيسة ضلمة والجو كله ضلمة، ندخل فيه ونخرج من الكنيسة نتلاقى ان احنا في نور اليوم الجديد. ندخل بعد شدة وصعوبة كبيرة جدا قابلناها وتعبنا وعايشنا الصليب بآلام الصليب بالصلبوت، حاجات كتيرة جدا، لكن في النهاية خالص ندخل لسبت النور، سبت البهجة، الفرح، الابتهاج، النعمة، سبت فتح السماء. السماء بتتفتح في هذا السبت الجميل. هذا اليوم الحلو قوي ليه كمان اسم معروف، اسمه سبت أبو غلمسيس. وأبو غلمسيس كلمة معناها سفر الرؤية أو الرؤية، لأن في هذا السبت بيرتبط قراية سفر الرؤية في هذا اليوم الجميل اللي هو يوم السبت، يوم سبت الفرح. بيبتدي أحداث اليوم بداية جميلة جدا، وهي عبارة عن عنوان، والعنوان بتاعه هو المزمور 151. المزمور 151 هو المزمور اللي قاله داود النبي، وقاله في حصل ما بينه وما بين جلياط الفلسطيني اللي لعن بني إسرائيل واللي أساء إلى بني إسرائيل واللي هان بني إسرائيل. فيتكلم إن هذا الفلسطيني، هذا الإنسان الأممي لعني، ولكن ربنا أعطاني إن أنا أستل السيف وأخذ السيف وإن أنا أنتصر عليه وأنتصر على اللعن. ده كان رمز، لكن الحقيقة المرموز إليه هو لعنة الخطية اللي لحقت بالبشرية. وفي النهاية خالص نتلاقى أن رب المجد يسوع انتصر على هذه اللعنة وكسر الموت وكسر متاريس الحديد وانتصر عليها، ويحقق لنا القيامة اللي كل البشرية كانت منتظرها بعد لعنة صعبة جدا وطويلة جدا. اليوم أحداثه بتكون جميلة جدا جدا. بيبتدي هذا اليوم زي ما احنا قلنا كده بالمزمور 151، وأول حاجة بنقولها بعد هذا المزمور الجميل اللي هو أنا الصغير بين إخواتي، أول حاجة بنقولها بعدها إن احنا بنشكر ربنا، بنرنم ترنيمة جميلة جدا من ترانيم التسبيح، وهو سبت التسبيح. الترنيمة الجميلة ديت هي ترنيمة أونهيفول، وده حاجة من الألحان الحلوة قوي اللي بنبقى فرحانين فيها وطايرين من الفرح. يا ريتنا كلنا واحنا داخلين سبت النور عارفين ان احنا لو دخلنا حزنانة هنخرج منه فرحانين مبسوطين. فيقول لنا التسبيحة الجميلة بتاعت أونهيفول ديت بعد ما بنرنمها وبنمشي في ألحانها الحلوة وهزاتها الحلوة، نتلقى بعدها ان احنا بندخل في مراحل في التسبيح الجميلة جدا اللي هي بتشمل الهوسات، الهوس الأول والثاني والثالث، كمان ألحان حلوة قوي، مرداتها حلوة جدا. سبت النور كمان هو السبت اللي فيه احنا مش عارفين يا ترى احنا في العهد القديم ولا احنا في الجديد، احنا في الظلمة ولا احنا نورت الدنيا علينا، احنا منتظرين دي القيامة. يا ترى كانوا بيكلموا عن هذا الانتظار ازاي، عن الموت ازاي، وعن القيامة ازاي. نتلاقى ان سبت النور في حاجة حلوة قوي، هي النبوات اللي بتتقال والتسبيحات اللي بتتقال. عندنا 19 نبوة من العهد القديم، و3 تسبيحات في العهد الجديد، وكمان حاجة بتتقال من الأسفار القانونية التانية. دولت كلهم بيشكلوا ايه؟ 19 و1 و3 23 قراية أو تسبيحة بتكون موجودة بتبين لنا الانتصار على الموت والغلبة على الموت والرجاء والنعمة. حتى نفس القصة اللي هي قصة سوسنة العفيفة اللي هي بتتكلم على ازاي حصل ظلم عليها، ازاي اتحكم عليها بالموت، وازاي ان ربنا نجاها. تسبيحات حلوة خالص من العهد القديم بتبتدي بموسى النبي، بتبتدي بأرميا، بتبتدي بأشعيا، بتبتدي ب حاجات حلوة خالص منسى، في صلاة حبقوق، في صلاة كمان جميلة قوي، صلاة منسى ديت اللي هي
بيذكر فيها شيء مهم جدا لينا احنا نبقى فاهمينه. هذه التوبة هي ليا أنا الخاطئ، احنا اللي محتاجين التوبة، وبالتوبة دي احنا هنوصل للسماء، لكن من غير التوبة احنا مش هنوصل للسماء. بيبتدي النهر الجميل والرحلة الجميلة من التسبحة، بنبتدي نتكلم فيها مع ربنا ونسبح ربنا على مجد ربنا العظيم اللي أعان داود في انتصاراته، اللي أعان موسى في إن هو يعبر البحر الأحمر، وإن فرعون اللي كان عايز يفتك بيه هو فرعون اللي بيهلك، زي ما بالظبط كده جه الشيطان علشان يقبض على روح المسيح، لكن المسيح هو اللي أيد الشيطان، هو اللي ربط الشيطان، هو اللي فك الجحيم من الأبرار اللي كانوا آلاف السنين مربوطين تحت ربطة إبليس. بعد كده نتلقى تسبحة الجميلة والرائعة والعظيمة هي تسبحة الثلاث فتية. ثلاث فتية الأتون شغال، والأتون بيزيد في النار بتاعته، لكن مع زيادة الأتون ونار الأتون ونار العذاب الثلاث فتية بيسبحوا تسبحة عزاريا اللي بيزيدوا فيها تسبيح، يزيد النار زي ما تزيد، لكن يزيد التسبيح أعلى وأعلى. التسبيحة بتبقى جميل قوي، ويقول لنا مقطع جميل من التسبيحة بنقوله دايما، نحب ان احنا نقوله: سبحوا مجدوا زدوا لو إلى الآباد رحمته فهو المسبح والممجد والمتعالي على الأظهر وإلى الآباد رحمته. تسبيحة جميلة جدا احنا بنبقى موجودين فيها وبنفرح بيها. في هذه التسبيحة الحلوة الجميلة بنحب ان احنا كمان نفتكر جوه هذا اليوم الجميل اللي هو يوم سبت النور، ان احنا بنتنقل من الظلمة الى النور، بندخل مرحلة جديدة. احنا لما بندخل بعد كده للقداس، وفي عندنا حاجة جميلة وهي قراية سفر الرؤيا اللي احنا اتكلمنا عليه، ان هو اسمه ابو غلمسيس او الرؤيا، ودايما في مرد بيتقال مع سفر الرؤيا وهو: من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. يوم جميل جدا، يوم بيتنقل فيه الإنسان، تتبدد فيه مشاعر الحزن خالص. بعد كده ندخل على فترة القداس بقى اللي بيبقى فيها قراية الإنجيل. طب يا ترى هنقرا الإنجيل بالطقس الحزيني مع الألحان الحزيني مع الستائر السوداء؟ لا، كل ده اتغير وبقى عندي في ستاير بيضة وفي ألحان مفرحة وفي ألحان جميلة بنتنقل. حتى نفس الإنجيل نفسه بنبتدي بدايته باللحن الحزيني الإدريبي البسيط اللي احنا متعودين عليه في أسبوع الآلام. أول ما بنبتدي ندخل لكلمة فافرحوا يبقى اللحن بيتغير خالص، وبنبتهج فعلا لأن احنا دخلنا في مرحلة جديدة، مرحلة الابتهاج. سبت النور، سبت التوبة، سبت التسبيح، سبت النعمة، سبت الرجاء، سبت اللي بتتبدد فيه الظلمة، سبت اللي موجود فيه المسيح مدفون في الأرض، لكن نور ربنا الحي الذي لا يموت، قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. بركة سبت النور تكون معانا، لإلهنا المجد الدائم الأبدي. افتحوا أيها الملوك وأبوابكم، وارتفعي أيتها الأبواب الدائمة